في أعماق التاريخ برز نبي وملك خص بمعجزات عظيمة، إنه سليمان عليه السلام. اليوم سنروي قصته، قصة الحكمة والقوة والإيمان. ولد سليمان عليه السلام في بيت النبوة. ابن داود عليه السلام نشأ على العلم والتقوى، ونمى ذكاؤه منذ نعومة أظفاره. في شبابه ظهرت حكمته العجيبة. عندما اختصمت امرأتان على طفل صغير، أصدر حكما ملهما كشف به الأم الحقيقية: إنه علم وهبه الله له، لا يشبه علم البشر. وهب الله سليمان عليه السلام ملكا لا مثيل له، سخر له الرياح، وسخر له الجن، وسخر له الطير. كان جيشه مزيجا من البشر والجن والطير، يمشي بأمره وينفذ مشيئته. حتى النمل كان يتكلم، وسليمان عليه السلام كان يفهم لغته. عندما اقترب جيشه العظيم، قالت نملة صغيرة لقومها: يا أيها النمل، ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فابتسم سليمان ضاحكا وشكر الله على نعمته. وذات يوم غاب الهدهد عن مجلسه، وعاد بأعظم خبر. وجد مملكة عظيمة تحكمها ملكة تدعى بلقيس، وقومها يعبدون الشمس من دون الله. أرسل إليها سليمان رسالة دعوة، وفي النهاية أسلمت بلقيس وقومها لله رب العالمين. وجاء اليوم الموعود. وقف سليمان عليه السلام متكئا على عصاه حتى توفاه الله وهو قائم. لم تعلم الجن بموته حتى أكلت الأرض عصاه وخر إلى الأرض. عندها علموا أن الغيب بيد الله وحده. سليمان عليه السلام ملك نادر ونبي عظيم، عاش حكيما وعادلا ومتواضعا لله، رحمه الله ورفع اختار الإجابة الصحيحة. من هو النبي الذي قتل الطاغية جالوت؟ داود عليه السلام، سليمان عليه السلام، يوسف عليه السلام. الإجابة الصحيحة هي داود عليه السلام.